حالة هوس وجنان من نادي الزمالك وإعلامه بسبب إن النادي الأهلي بيفوز على الزمالك في بجميع أعماره وجميع ألعابه، وكمان مش قادر إن هو يمسك فرصة على الأهلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة على قناة اليوتيوب. في البداية أحب أرحب بجماهير المارد الأحمر. بتمنى من كل يشوف الحلقة يعمل لايك وشير واشتراك في القناة ويفعل زر الجرس ليصل كل جديد على النادي الأهلي، ولينك صفحتي على الفيسبوك عندك في أول تعليق مثبت. لو مش متابعني اعمل لي متابعة. تخيلوا يا جدعان إن النادي الأهلي عامل حالة هوس وحالة جنان في نادي الزمالك. كل اللي في نادي الزمالك سواء إداريين أو إعلاميين عندهم حالة هوس وجنان بسبب اللي بيحصل من الأهلي للزمالك، وتحس ان هم عندهم حالة عجز رهيبة في ان هم يقدروا حتى يتكلموا عن نفسهم. كل كلامهم عن النادي الاهلي بانتصاراته انجازاته. امبارح طالعين على القناة مش عارفين يقولوا حاجة، بيطلعوا مبررات فاشلة وعبيطة، مش عارفين يتكلموا على اي حاجة تفرح نادي الزمالك او تفرح جماهيره. وده عشان ان النادي الاهلي كسبان في كل المباريات، بالذات مع نادي الزمالك سواء الناشئين او في العاب الصالات او في كرة القدم. لو عملتوا احصائية من السنة اللي فاتت لغاية دلوقتي هتلاقوا ان الفوز الزمالك على الاهلي فوز بسيط، اعداء يعني مرات بسيطة، لكن الاهلي بصراحة بيكتسح الزمالك في جميع الالعاب وجميع البطولات. حتى مع الناشئين امبارح مواليد 2006 قدر يكسب الزمالك 5-2، والنتيجة دي كانت جماهير الزمالك بتحفل بيها على الاهلي. طبعا فاكرين ماتش سان داونز. انا مش عايز اي واحد زملكاوي يطلع يتكلم عن نتيجة 5 او يقول ابو 5، لان هم اكتر ناس شالوا بال5 وشالوا بال6 من الفريق الصغير والفريق الكبير. يعني الفريق الكبير السنة اللي فاتت الاهلي هزم الزمالك 5-3، وامبارح فريق 2006 فاز على الزمالك 5-2. ده غير قبل كده في بعض النتائج. احنا لو قعدنا نذكر النتائج اللي احنا كسبنا بيها الزمالك باعداد تتخطى ال4 اهداف وال5 اهداف مش هنخلص الحلقة. عايزين نقول لهم ان مهما كل اللي انتوا بتعملوه في النادي الاهلي ده بيتصب عليكم انتوا، بان انتوا يعني مش شايفين المشاكل اللي عندكم، ولا شايفين ولا قادرين تحلوا المشاكل، ودايما بتتكلموا عن النادي الاهلي. انا عايز اقول لكم ركزوا في مشاكلكم، ركزوا مع ناديكم عشان تقدروا تعملوا حاجة. وطبعا عندنا والدليل على ده عندنا احصائية او تصويت ان علي معلول طلع ثالث افضل ظهير ايسر في العالم من حيث المساهمة في اهداف عام 2023. سجل 4 اهداف وصنع 9 باجمالي المساهمة في 13 هدف. وده دليل على ان النادي الاهلي او علي معلول من افضل ظهير ايسر في مصر وافضل محترف في مصر، وان النادي الاهلي دايما هو رقم 1. وانا قلت امبارح ان في اي تصويت وفي اي تصويت زي ده لعيبة النادي الاهلي مش بتطلع عشان جمهور النادي الاهلي بيكسبها، لا دي هي عشان تستحق المركز اللي خدته وتستحق التصويت، لانها فعلا لعيبة على قد المسؤولية. وفي كمان قرار اتحاد الكرة بقرار بتأجيل نظر قرار لجنة الانضباط بالاستئناف اللي تم تقديمه من النادي الاهلي بسبب العقوبات بعد مباراة الاهلي والزمالك 5 مايو. بالتالي كهربا من حقه المشاركة في مباراة السوبر. طلع النهاردة قرار ان اتحاد الكرة هيتم وقف العقوبات لحين لبعد مباراة السوبر يوم 5/5، وكده يبقى وجود كهربا في المباراة قانوني وبشكل رسمي ومحدش يقدر يتكلم عليه. مع ان الموضوع ده عامل شغلانة في اعلام الزمالك، ولسه لغاية دلوقتي بيتكلموا على عقوبة كهربا، ونفسهم ان كهربا ما يلعبش المباراة. وان شاء الله كهربا هيلعب في المباراة، وان شاء الله هيقدر يسجل، وان شاء الله هنكسب المباراة وناخد البطولة. بالرغم من هم يعني في خبر
خبر عاجل النهارده ان لجنه الحكام في اتحاد الكوره تعلن ان محمود البنا حكما لمباراه السوبر، ويعاونه هاني عبد الفتاح واحمد توفيق، وحكم رابع من الامارات، ويقود تقنيه الفار طاقم حكام من دوله الامارات. بصراحه احنا كجمهور النادي الاهلي ما كناش نفسنا ان يبقى في حكم مصري في المباراه، مش عشان حاجه او تشكيك او كده، لا، هو الاحسن في المباريات اللي زي دي ان حكم اجنبي ولا يعرف اهلي ولا زمالك، لان لا قدر الله لو حصل اي حاجه في المباراه هتبقى الكلام كتير، وهيفضل يقول لك ده الحكم مش عارف ايه، والحكم ده عمل ايه، ده الحكم ده غلط. طب وليه احنا نحط نفسينا في الموقف ده؟ فاحنا كنا المفروض كنا نجيب حكم اجنبي، بالذات ان المباراه بتتلعب في الامارات ما بتتلعبش في مصر. فمش عارف بصراحه اتحاد الكره يعني بيمشيها ازاي. هي مثلا مباراه الاهلي وبيراميدز في نهائي الكاس يعني ربنا سترها وعدت على خير وما حصلش مشاكل، لكن احنا الله اعلم في ماتش السوبر ايه اللي هيحصل. فبتمنى ان اتحاد الكره يعني او خلاص يعني القرار طلع، بس طبعا انا بتمنى التوفيق لكل عناصر اللعبه، سواء التحكيم او اللعيبه او الاداره او الاداره الفنيه. وطبعا بنتمنى كلنا من جماهير النادي الاهلي ان النادي الاهلي يقدم مباراه باداء رائع، وفي نفس الوقت يكسب المباراه ويكسب البطوله، عشان نخرس كل لسان بيتكلم عن النادي الاهلي. وفي النهايه انا بتمنى من كل اللي بيشوف الحلقه يعمل لايك وشير واشتراك في القناه. في كلمه انا عايز اقولها، ان انا يعني بقالي فتره بنزل حلقات من النوع ده وفي مشاهدات، بس في المشكله ان محدش بيشترك في القناه، وده اللي بتمناه من كل جماهير النادي الاهلي انها تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يصلوا كل جديد. وما تنسوش ان قناه المارد الاحمر للاهلي والاهلاويه